السلام عليكم الناس الزوينين، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد على القانون ديال الكونترادات ديال النهار 2 والنهار 4 والنهار 12 في الشهر 12 2023. مازال كاين النهار الثالث ديال كليك دايه اللي هو النهار 12 2023. والناس اللي دافعين نهار 2 والنهار 4 غولف بادانتي، كتبوا لي على شحال كتخرجنوا لا اوستا، وعلى شحال كتوصلني، وعلى شحال خاصني نخرج يعني الفيزا ديالي، ندفع الفيزا ديالي وتخرج ليا ونجي باش نخدم على راسي وعلى المستقبل ديالي. والناس اللي قالوا لي الباترون دفع ليا وعطاني لي لا ريتشي بوتا، او لا كاين حتى الناس قالوا لي الباترون دفع ليا ما عطاش ليا لا ريتشي بوتا، باش غادي نعرف باللي هو دفع ليا وباش غادي نعرف التوقيت واش انا داخل في الكوطه ولا لا. هذا الشيء كله ان شاء الله غادي نشرحه لكم في هذا الفيديو هذا، وحتى على القانون الجديد اللي غادي يتفتح ان شاء الله في الشهر 2 2023 بالنسبه للناس اللي ما كلفهمش الحظ. وغنتكلموا حتى على الموقع اللي تبلوكا قبل تسعود. يعني كاينين بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال السندكات ولا الباترونات ما قدروش يدفعوا مع التسعودة ولا مع التسعود وجوج دقائق ولا 3 ديال الدقائق. اشنو المعمول؟ حيت في ديك الوقت ولا في ديك التوقيت ديال يعني اللي مطلوب الموقع تبلوكا. دابا هاد الناس كيفاش غادي يستافدوا؟ هما يعني ما قدروش يدفعوا في الوقت بسبب هاد الموقع. هاد الشيء كله اللي غادي نشرحوه لكم في هذا الفيديو. بارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الحباب باش ان شاء الله كل شيء يستافد. وخليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقلوش حتى اللقطه باش تفهموا، حيت كاين بزاف ديال الناس كيدخلوا كيشوفوا نيان كي الدقيقه الاولى تيكتبوا ليا ما فهمنا حتى حاجه. معلوم ما غاديش تقدر تفهمي الا ما تبعتيش الفيديو. الا تبعتي الفيديو من الاول حتى الاخر غادي تقدر تفهم، اما الا ما شفتيش الفيديو راك ما غاديش تفهم حتى حاجه. هادشي اللي كاين. خليوكم مع الفيديو. اليوم كما كتشوفوا خرجت والجو كان زوين، وكانت اختي الشميشه، واخا كاين البرد الشميشه كاينه اختي في بولونيا، المنظر اختي والجو واعر. خليوكم مع الفيديو مع المعلومات على القانون. اي معلومات ان شاء الله غنعطيها لكم راه غادي تنفعكم. خليكم معايا. كتعرفوا الحكومه ديال الطاليان طالبين نهار 4 في الشهر 12 2023 9500 عامل، يعني منهم غولف بادانتي اي دوميستيكو اي بيبي سيتير. يعني الحكومة طالبين هاد العدد وصدقوا دفعوا 70 ألف مهاجر. وفي الوقت اللي كان غيكون كليك دايه مع 9 ديال الصباح كيما مطلوب في السيتو ديال الغوفرنا ولا ديال الحكومة ديال الطليان، كتبوا مع 9 خاص يتم كليك دايه. والموقع تبلوكا مع 8:45 تبلوكا ليهم الموقع حتى فاتت 9. وبزاف ديال السندكات ولا بزاف ديال باترونات ديال اللي كانوا غادي يدفعوا للناس تقلقوا. يعني علاش الموقع تبلوكا في ديك الساعه؟ اشنو المعمول؟ هذاك العدد اللي طلبتها الحكومه صدقوا دفعوا كثر من داك الشيء اللي مطلوب. واش هاد الكونترادات كاملين غادي يخرجوا ولا لا؟ هاد الشيء اللي غنقول لكم. تشي تجي اللي او لا السندكاتي تقلقوا بزاف بالخصوص هذا الموضوع. هما قالوا كنتمنوا من الحكومه تخرج باش تعطي لنا التصريحات ديال هاد الشيء اللي وقع. علاش هما طالبين واحد العدد كبير، يعني 9500 ألف عامل، ومع 9 النيشان قبل 9 يعني الموقع تبلوكا ما قدرناش نديروا الطلبات ولا ندفعوا الدوماندات. هاد الناس اللي ما غيقدروش يستافدوا يعني ديال نهار 4 في الشهر 12 2023 كنتمناو يدفعوا ان شاء الله في الشهر، يعني في القانون ديال الشهر 2 2023. يعني هاد الشيء قالتو تشيجيرلي او لا السندكات اللي كيدافعوا على الحقوق ديال اللابوراتوري. السندكات اللي كيطلبوا من الحكومه هاد الناس اللي ما غيقدروش يستافدوا النهار
في النهار 4 الشهر 12 2023 حيت تبلوكا الموقع وما قدروش يصيفطوا الطلب ديالهم في الوقت. كنتمناو يعطيو اسبقيه لهاد الناس اللي دافعين نهار 4 في الشهر 12 2023 يعطيو ليهم اسبقيه نهار 7 في الشهر 2 2023 هما الاولين. تشي اللي كيطلبوا هاد الحقوق ديال هادي لابوراتورا ولا هاد الناس المهاجرين اللي غيدخلوا مثلا من المغرب او لا من الجزائر ولا من تونس على حسب البلدان اللي داخلين يعني مع الطليان اللي عندهم الاتفاق مع الطليان. تجي اللي كيطلبوا هاد الناس اللي دفعوا النهار 4 في الشهر 12 2023 والموقع تبلوكا وما دفعوش في الوقت يعني يقدروا يستافدوا ان شاء الله في الشهر 2 في القانون ديال 7 في الشهر 2 2023. تجي اللي كتطلب الحقوق ديال هاد الناس يعني كيطلبوا الحقوق ديال هاد الناس باش تعطي ليهم اسبقيه هما الاولين فاش يتفتح القانون في الشهر 7 في الشهر 2 سمحوا لي نهار 7 في الشهر 2 2024 ان شاء الله تعطي ليهم اسبقيه هما الاولين بلا ما يبقاو عاوتاني يقلبوا على الباترون يديروا الدوماند اخرى. تجي اللي كيطلبوا هاد الناس اوتوماتيكامنتي تعطي ليهم اسبقيه فاش غادي يتفتح القانون. ودابا كيتسناو ان شاء الله الحكومه باش تجاوب ليهم وكنتمناو يكون هذا الشيء هذا اللي طلباتو تشجي ليه حيت يعني من حق لابوراتورا ولا من حق هاد الناس اللي غاديين يدخلوا مثلا من المغرب كما قلت لكم او من الجزائر ولا من تونس باش ان شاء الله اوتوماتيكامنتي هذاك الدوماند اللي عمرو على حساب النهار 4 في الشهر 12 2023 ما تقبلش ليهم ولا ما قدروش يصيفطوا الطلب ديالهم في الوقت ان شاء الله اوتوماتيكامنتي نهار 7 في الشهر 2 2023 يقدروا يستافدوا. دابا ان شاء الله فاش غادي تجاوب لهم الحكومه ولا اي معلومات جديده ان شاء الله غادي نحطها لكم ومازال غادي نشارك معكم دابا الناس اللي دافعين النهار 2 النهار والناس يعني اللي تقبل لهم الطلب ديالهم النهار 4 في الشهر 12 2023 نقول في بادانتي دوميستيكو وبيبي سيتير ان شاء الله على شحال غادي تخرج لهم ولا اسطى ديالهم حيت بزاف منكم خليتوا ليا الكومونتيرات يعني بالخصوص هذا الموضوع وبزاف منكم قالوا لي باش غنعرف داك الباترون باللي دفع ليا والوقت اللي دفع ليا فيها. هادشي ان شاء الله اللي غنقول لكم خليكم معايا. بالنسبه للناس اللي دافع عليهم الباترون النهار 2 والنهار 4 في الشهر 12 2023 مثلا قول في بادانتي دوميستيكو وبيبي سيتير النهار الثالث ديال كليك غادي يكون ان شاء الله نهار 12 في الشهر 12 2023. هاد الناس على شحال غتخرج لهم ولا اوسطا وفاش كيدفع لهم مثلا الباترون مثلا الباترون دفع لك مع 9 ولا مع 10 ولا مع 12 ولا مع 11 على حسب يعني الوقت اللي قدر هو يدفع لك كتكون عنده الريسيفولتا كيستامبيها لك كتكون فيها الساعه كتكون فيها يعني ساعه والدقائق وكتكون فيها التسميه ديالك والكنيه ديالك والمعلومات الشخصيه ديالك وديال هذاك الباترون اللي دفع لك وكتكون فيها المعلومات الشخصيه ديالو الشركه ديالو شحال ديال المده وكانت عنده الشركه ديالو الرقم ديال الباسبور ديالك يعني المعلومات الشخصيه ديالك وديال الباترون ديالك. علاش كنأكد عليها حيت كاينين بزاف ديال الناس كيقولوا لي الباترون دفع ليا لقيت السمسار مثلا اللي دفع ليا قال لي ما كاين لاش تعطيني الوثائق ولا تعطيني الوراق ديالك حتى تخرج لك ولا اوسطا ديالك. راني قلت للباترون يدفع لك فاش تخرج عطيني غير الفلوس فاش تخرج لك ولا اوسطا ديالك عاد غادي يدخلوا المعلومات الشخصيه ديالك. راه هذا الشيء راه ما كاينش. الباترون من الاول كيدخل المعلومات الشخصيه ديالك فاش كيدفع لك. النهار اللي كيكون مثلا كليك كدايه كيصيفط هذاك النموذج اللي ديجا حطته ليهم الحكومه باش يعمروه اللي كانت تحل من الاخر ديال اكتوبر ديال الشهر 10 وتسد نهار 26 نوفمبر. هذاك الموقع الباترون ولا هذاك الشخص اللي غيدفع لك مثلا من العائله ديالك ولا اصدقاء ديالك اللي غيدفعوا لك بادانتا ولا دوميستيك ولا بيبي سيتر ولا غولف هادوك راهم دخلوا عمرو هذاك النموذج والنهار 4 والنهار 2 والنهار 12
كانت غير كليك كدايه كيصيفطوا هذاك النموذج اللي هما عمروه. غير المشكل اللي كاين في القانون ديال النهار 4 في الشهر 12 2023 اللي كانوا طالبين 9500 الف مهاجر كبادانتي كدوميستيكو ك بيبي سيتير كغولف. الموقع تبلوكا قبل 9. دابا هنايا فين كاين المشكل. الصحف ديال الطاليان كلهم والقنوات والاذاعات والجريدات كلهم كيهضروا على هذا المشكل. قالوا لك علاش بالضبط قبل 9 تبلوكا، علاش زعما؟ فهمتوا؟ كوين كيتسناو الجواب من عند الحكومه. وفاش غادي يكون ان شاء الله الجواب راه غادي نقول لكم شنو كاين. اما بالنسبه للناس اللي الباترون دفع ليهم الطلب ديالهم في الوقت، هادوك راه العقد ديالهم غيخرج لهم في الامان الله. على شحال غتخرج لهم ولا اسطى ديالهم؟ على 60 يوم دوبو 60 جورني. لا بريفيتورا كتصيفط لا اسطى ديال هذاك الخدامه ولا هذاك ديك بادانتي اللي غادي تخدم مثلا بادانتي ولا دوميستيكو ولا غولف ولا بيبي سيتير، كتخرج ليها نولا اسطى ديالها ولا بريفيتورا كيصيفطوها لهذاك الشخص اللي غادي يجيبك مثلا من المغرب، سواء الباترون سواء شي واحد من العائله ديالك، سواء يعني هذاك الشخص اللي دفع ليك. وهذاك الشخص اللي دفع ليك كياخذ هذيك نولا اسطى كيصيفطها لك انت ونا كوبيا، واحد فوتوكوبي كيصيفطها لك لا بريفيتورا اوتوماتيكامينتي كتصيفط واحد النسخه اخرى للقنصليه ديال البلاصه اللي نتوما فيها، يا اما كازابلانكا نتوما محسوبين على كازابلانكا ولا على الرباط. يعني في المغرب كاينين جوج القنصليات ديال الطاليان، كاينه واحده في كازابلانكا كاينه واحده في الرباط. انت غادي تشوف هذيك اللي نتوما تابعين ليها، يا اما ديال كازابلانكا يا اما ديال الرباط. تماك فكتمشي كتدفع حتى كتاخذ الموعد ديالك. فاش كيصيفط لك نولا اوسطا ديالك كتاخذ الموعد ديالك. صافي كتمشي فاش كتمشي النهار ديال الموعد ديالك كدي معاك الباسبور ديالك ولا كارت ديالك ضروري اوبليغاتوريو. ديك الساعه كتمشي كيطبعوا لك. فهمتوا؟ كوين دي هذوك الناس اللي في يعني اللي كان الباترون ديالهم قدر يدفع ليهم في الوقت، راه هذوك الكونطرادات غاديين يخرجوا. المشكل في الناس اللي ما قدرش الباترون او لا داك الشخص اللي دفع ليهم كبادانتا ولا دوميستيكو. فهمتوا؟ كنتمنى نكون وضحت لكم شويه، وكنتمنى يكون داكشي اللي قلت لكم يعني مفهوم، وكنتمنى نكون وصلت الميساج والله يسهل على الجميع. ان شاء الله ما يكون غير الخير. راه كما كتعرفوا الطاليان ديما القوانين حيت محتاجين المهاجرين، محتاجين الخدامه، محتاجين الناس اللي غاديين ان شاء الله يخدموا. ما تفقدوش الامل، ربي كبير. مادام نتوما درتوا المجهود، يعني خدمتوا على داك الهدف اللي نتوما بغيتوا، داك الشيء اللي بغيتوا توصلوا ليه ان شاء الله ربي ما غاديش يخيبكم. ربي كيقول لك نوض عبدي باش نعاونك ماشي نعسي. كما قلت لكم قال لك ربي نوض عبدي باش نعاونك ماشي نعسى عبدي باش نعاونك. الطاليان كيقولوا تشي بروفاتو، يعني حاولتي دارتي المجهود، الا جاب الله هو هذاك يعني فيها الخير. ما جابش الله راه ان شاء الله الا الحكومه قبلت داك الشيء اللي طلباتو تجي اللي باش الناس اللي ما كلفهمش الحظ يدفعوا، يعني دفعوا هما ولكن ما قدروش يستافدوا في هذا القانون ديال الشهر 12 2023 غيستافدوا ان شاء الله في الشهر 2 2024. انا اي معلومات ان شاء الله غادي يحطوها غادي نحطها لكم باش نتوما تستافدوا. حتى الا بغيتوا فلوغات بحال هادو، يعني عجبوكم فلوغات نساليكم مثلا في بولونيا ولا شي مدينه في الطليانه ولا شي بلاصه، كتبوها ليا. انا الصراحه كنموت على فلوغات. هنايا خرجت كنت كنهضر وكانت الصداع وكان الناس بزاف كيهضروا. صافي داكشي علاش حيدت الصوت وقلت غنسجل عليه باش نوضح لكم كل شيء. عاد كنت كنهضر ولكن ما كيتسمعش بزاف في الفيديو. الله راه قلت اللهم نحيد الصوت ونهضر عليها. اما الا بغيتوا فلوغات بحال هادو بحال هكا نصور لكم البلايص الزوينين كتبوها ليا في الكومونتير، انا عليا غير نولي ندير لكم الفيديوهات وندير لكم فلوغات ونساريكم، ومنها نساريكم في الطليان. هادشي اللي كاين. يعني زوينه ما شاء الله، زوينه في بلادها، زوينه في الناس ديالها ولافه، يعني الناس الشعبيين، الناس الطيبين، الناس القلب الكبير، الناس ظريفين. واخا نعيا ما نشكر لكم فيهم
قسما بالله ما نقدرش يعني نعبر لكم على الطاليان كيفاش دايرين، سوا في بلادهم، سوا في الناس ديالهم، سوا في المعامله ديالهم، سوا في كل شيء فيهم زوين. كويندي خليو لي حتى نتوما رايكم اشنو بان لكم اشنو بان لكم في هذا الشيء اللي قلت لكم. قولوا لي حتى نتوما رايكم في التعليقات باش نعرفكم شفتوا كاع الفيديو. قولوا لي راني شفت الفيديو من الاول حتى الاخر، وكتبوا لي حتى نتوما رايكم كيهمني ان كل واحد عنده رايه الشخصي وكل واحد كيختلف على الاخر. انا رايي في الطليان هو هذا، يعني الطليان حتى الموت، يعني بلادي الثاني، بلادي الاول المغرب، بلادي الثاني هو الطليان. يعني حتى الطليان دوزت فيها واحد المده، كبرت فيها وليداتي، يعني عشت مع الطليان واحد المده طويله. ما ننساش الخير ديالهم. كويندي هادشي اللي كاين. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون فيدتكم بشي حاجه ويعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الحباب باش ان شاء الله كلشي يستافد. وما تنساوش تخليو ليا رايكم في التعليقات باش ان شاء الله كلشي يستافد. الى اللقاء، الى اللقاء يا اختي، الى اللقاء. شتو الجو واعر.